وهتبقى وجبة تحفة وشكلها شيك في الطبق ومغذية ولذيذة وفي نفس الوقت خفيفة. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. يلا بينا نشوف ايه اللي بنتكلم عنه دون وبسرعه عشان ما نضيعش وقت. وما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتنا عباره عن عيش توست عادي جدا، شويه الجبن بتاعتي اللي ما حصلتش، الميكس تشيز بتاعي الرومي على شيدر على الموتزاريلا، وحبه الاشكال اللي عندي والحركات اللي بتبقى فوق الكلام ده كله. يلا بينا نبدا ونشوف التركه بتاعتنا. اول حاجه هجيب التوست عندي اهو زي ما احنا شايفين، وطبعا لازم يكون طري وطازه. هقطعه بالسكينه بالشكل ده. نركز بقى مع بعض. بعد ما قطعت عندي التوست زي ما احنا شايفين، عندي سلكت السنان، هلمه من النص كده واقوم قافل، هقفل كده عليه واقوم لما الناحيه التانية معايا برضو زي ما احنا شايفين كده، هيديني الشكل الجميل ده. سهلة الطريقة ومش صعبة خالص. تعالوا نعملها تاني بالراحة ونركز مع بعض. عندي التوست اهو، هقسمه كده نصين بس بالميل بالورب. هاخد اول جزء السلاكة، هلم من النص، وانا بلم من النص بقوم عامله قفله من الجنبين معايا اهو، وماسكاهم بالسلاكه بتاعتي. طبعا عشان كده بقول لازم التوست يكون طازه عشان يساعد من غير ما يفرول مني او يتكسر. بقى ده الشكل اللي عندي. هنعمل كده في كل اللي انا عايزاه، الكميه اللي انا عايزاها على حسب العدد اللي انا عايزاه. الموضوع سهل قوي وبسيط، وطبعا شكله تحفة، سواء بقى بتقدموه للضيوف عندنا لو في ناس سهرانة معانا هتسحر معانا، او للولاد. شكله مغري جدا للاكل، طبعا شيك في التقديم. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي اهو زي ما احنا شايفين الجمال. هنبدأ دلوقتي نحط على وشه الحاجات اللي احنا عايزين نضيفها. بس قبل اي حاجة انا مسيحه سمنه، ولو عندك زبده او حابه تحطي زبده. هحط سمنه على الوش لسببين. اولا تدي دسامه شويه بسيطه، وفي نفس الوقت بتعمل على قرمشه او تحميصه التوست معايا. والحاجه التانية عشان لما نحط عليها حاجه تثبت، وبعد كده ننزل بالجبنه على الوش خالص، فيبقى الشكل النهائي بتاعي طالع ماسك نفسه واحنا بناكل، ما يبقاش بيتكسر مننا. زي ما انتم شايفين مش حاطه كتير كده اهو. نبدا بقى. طبعا موضوع اختياري، هبدا انزل بالجبنه عندي، احط شويه جبنه من الميكس اللي عندي، مش حاطه كتير عشان هحط تاني على الوش بعد ما احط الحشو بتاعي اللي هو الزيتون او السوسيس او اللي انا عايزاه. فانا قصدي محطش كتير دلوقتي. ابدا احط بقى الحاجات اللي انا عايزه احطها زي ما انا عايزه احط فلفل، عايزه احط سوسيس. طبعا السوسيس ده انا مدياله غلوه ومقطعاه عشان مش بحب احطه ني كده. زي ما احنا شايفين كده الموضوع سهل وبسيط. حابين احط زيتون هنحط الزيتون. طبعا في ناس ممكن تحط تونة، في ناس ممكن تحط زعتر وجبنة، بس موضوع ايه زي ما انتوا حابين وحسب الميول بتاعتكم انتوا والاولاد عندكم. مش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وعايزاكم بجد لما تجربوها تقولوا لي ايه رايكم، هتلاقوا طعمها تحفة بجد. سحور غير تقليدي تماما، شيك في التقديم، خفيف وفي نفس الوقت بيسند. ننزل بالجبنة تاني اهو زي ما احنا شايفين.
طبعا قصدي ان انا اغرق شويه الوش عشان اولا بيبقى طعمه جميل، ثانيا عشان الحاجات اللي حطيتها دي ما تتحرقش، بيبقى طعمها مش حلو معايا. انا وانا شغاله في الكلام ده اول ما بدات احط الحاجه على وش التوست ولعت الفرن وعليت عليه عشان تسخن، وبعد كده هوطيها على 220 واحط الصينيه بتاعتي مجرد بس ان الجبنه تسيح. يلا بينا نحط في الفرن دلوقتي ونشوف النتيجه بتاعتها. ده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده مش محمرين قوي، يعني مش محروق من فوق، بس في نفس الوقت يا دوبك ادى لون ذهبي والجبنه ساحت على الوش. طبعا لما نيجي نقدمه هنشيل الخله منه، وهتبقى وجبه تحفه وشكلها شيك في الطبق ومغذيه ولذيذه وفي نفس الوقت خفيفه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وعايزه اعرف رايكم لما تعملوا الاكله دي. الف هنا وشفا ليكم.